اختتمت بطولة الشهيد صالح مسلم لكرة القدم على أرض ملعب الشهيد باور آجر في مدينة كوباني بمشاركة 16 فريقا من مدينة كوباني وريفها، وذلك تحت الشعار بوحدة الشعب الكردي سنضمن حقوقنا. وشهدت المباراة النهائية حضورا جماهيريا واسعا من محبي الرياضة وكرة القدم، إلى جنب إداريين وإداريات من هيئة الشباب والرياضة في كوباني، وسط أجواء رياضية حماسية سادتها المحبة وروح المنافسة بين الفرق المشاركة. وجمعت المباراة النهائية فريقي الفرات والنسرين، حيث قدم الفريقان أداء قويا ومثيرا. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 أهداف مقابل 3، قبل أن تحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح لصالح فريق الفرات بنتيجة 4-2. وفي ختام البطولة جرى تكريم اللاعبين وتقديم كأس المركز الأول لفريق الفرات، فيما تسلم فريق نسرين كأس المركز الثاني، وذلك من قبل هيئة الشباب والرياضة في مدينة كوباني، تقديرا لجهود الفرق المشاركة وروحها الرياضية طوال منافسات البطولة.